إن الكسب الحرام إذا تغذى به الإنسان فإنه يوشك أن لا يقبل الله منه دعاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. وقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأنى يستجاب لذلك؟ ولهذا اشترط كثير من العلماء، اشترط لقبول دعوة الإنسان أن يجتنب أكل الحرام.